بسم الله الرحمن الرحيم. كما شاف الجميع المقابله كانت في اجواء مزيانه. كنشكر الدراري اللي قاموا بواحد المجهود بدني كبير في ارضيه الملعب واخا رغم العياء، حيت لعبنا 3 ماتشات في سيمانه واحده. وكنبغي نشكر الدراري على هذه القتاليه هذه، حيت كيتعاونوا كاملين باش يجيبوا 3 بوان، حيت حنا كنلعبوا على المراتب الاولى اللي تخلينا نلعبوا ادوار اقصائيه في البطوله الوطنيه ديال فئه الامل. ان شاء الله كنتمنى من الدراري يبقاو بحال هكا العام كامل، نديروا عام زوين. وكنبغي نشكر الدراري. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر الدراري على المجهود اللي قاموا به في طيلة دقائق مقابله، وسيرتو لعبنا 3 ماتشات في سيمانه واحده وتمكنا من الفوز هذه المقابله ديال الاخرى. وكنبغي نشكر المدرب ديال حراس المرمى ديال ليكيب بروميير اللي فادتني لي زونطريمون مع ليكيب بروميير بزاف، وعطاتني الثقه باش نكون مزيان مع الدراري صحابي فريق امل. والحمد لله على 3 بوان هذه، ونتمنى نكونوا في الصداره ديما باش نتفرجوا. الرحمن الرحيم. اليوم قدمنا مقابله زوينه واخا كاين شويه العياء، ولعبنا 3 ماتشات متابعين الحمد لله. تعادلنا 1 والارض اصدفه ما بغيتناش كره الحظ ما عاوناش. الحمد لله تمكنا انتصار، كنا ناس واحد وخوت، والاسبوار الحمد لله غادي مزيانه. كلشي كنلعبوا بنفس وحده. وشكرا. الرحمن الرحيم. لله ففئة ديال الامال فواحد السنه فكان العطاء غادي من حسن، من لا باس به الحسن جدا. دابا 4 مقابلات الاخيره اللي كانوا فيهم الدراري جد ممتازين في طريقه اللعب اللي تلعبوا بها، والحمد لله كانوا نتائج مزيان. 4 النتائج، 3 انتصارات متابعه و2 تعادلات. واليوم انتصار مع كوكب مراكش لفريق في المستوى، وكان مقابله قويه. والحظ كنا حنا لعبنا هذا الاسبوع 3 المقابلات، كانت عندنا مقابله مأجله ولعبنا مقابله ديال الاحد خارج الميدان وعاودنا خرجنا خارج الميدان. زائد هذه المقابله اللي لعبنا اليوم كان تعذبوا الوليدات باش جابوا هذه النتيجه، ولكن كان شويه العياء واضح على ذاك. ولكن كانت القتاليه، كان ديسيبلين تاكتيكمون كنا سجلنا. الحمد لله تلقاو ديما اللاعبين اللي تنعطيوهم الفريق الاول تينتيغراو بسرعه. لاش لهذا راجع العلاقه اللي بين الفئات الصغرى والفريق الاول. فاستراتيجيه كامله ديال الفريق مبنيه على المكتب المسير اللي في الاول اللي برك معنا ووضح لنا الامور. حنا تنسيرتو فئه الامل اللي تابعين الفريق الاول. الفريق الاول دائما عندنا حنا مع جلسات مع المدرب الاول، دائما تنحضروا التدريب ديالو وتنخدموا على الستيل ديال الفريق الاول، وتنوجدوا هذوك اللعابه على باش ما يلقاوش مشاكل من يدخل دغيا. دائما تلقى بسرعه، تلقى راسو، تلقى في التكتيك ديال الفريق الاول اللي تلقاه بسهوله. علاش؟ لان حنا تنخدموا الاستراتيجيه ديالنا مع الاداره التقنيه ديالنا، التقني كارما، اللي دائما تتواصل حتى هو مع الفريق الاول. وحنا كذلك كمؤطرين تنتبعوا كل ما هو
اللي تيقوم به الفريق الاول. حنا دائما في الخدمه ديالو تنخدموا على قبل الاستراتيجيه ديال الفريق كامله هي اللي تبني على ابناء المدرسه، والحمد لله الخير دليل، فهو الفريق الوحيد في المغرب اللي تيلعب ولاد المدرسه. يعني شنا راه لقينا واحد 8 العناصر ولا 7 رسميين دائما فهم ابناء المدرسه من الفريق ديال فئات ديال اولمبيك اسفي، وهذا شرف لنا وشرف النادي كامل وشرف المسؤولين، والحمد لله غادي نزيدوا نخدموا في هذا الشيء اكثر ونعطيو اكثر، وكاين وليدات ان شاء الله جايين في المستقبل. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر الاخوان ديالي اللعابه اللي كيلعبوا معايا في نفس الفرقه، والمدرب ديالنا السي مصطفى الستوفير. دخلنا المباراه اللي جرينا لحد الان امام فريق اولمبيك مراكش، الدراري كانوا عازمين على 3 بوان، الحمد لله حققنا داك الفوز. كنشكر الدراري اللي تقاتلوا بواحد الرجوله وبواحد العزيمه. كنشكر حتى المدرب ديالنا اللي ديما كيخلينا في الماتش، عمره ما خرجنا للدراري اي واحد تقاتل كنشكروا. الرحمن الرحيم. مباراة دازت في واحد الجو رائع، الدراري تقاتلوا داروا اللي عليهم، كنا عازمين باش نحققوا 3 نقاط. فريق الخصم كان قوي اللي متصدر المجموعه، الحمد لله الدراري داروا داكشي اللي عليهم. كنشكر المدرب ديالنا السي مصطفى السوف.